في يوم الجمعة يوم الأجازة الأسبوعية، ووقت ما فريق الوطني نيوز قاعد بيستمتع بأجازته، لقينا نكتة سخيفة على تويتر عنوانها بيع قناة السويس، ومعاها صورة عقد البيع. والحقيقة إن النكتة رغم سخافتها كانت مضحكة، والمضحك في الموضوع هو توالي نقل الخبر في صفحات إعلام المطاريد. لكن مع استمرار نقل الخبر للأسف لقينا ناس بسيطة بدأت تصدق النكتة وتهاجم البلد وتسمع لأعدائها. ولأننا جنود معركة الوعي قررنا نرد ونوضح حقيقة الخبر بالتفصيل. وكان أكتر حد قدر يرد على الخبر ده بالتحليل والمتابعة الدقيقة هو محمد نور، مقدم برنامج الوعي نور. محمد نور تابع الخبر من مصدره الأول اللي نشر الخبر محمود وهبة، أحد عناصر إعلام المطاريد، واللي قام من بعده الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين بيأكد صحة حديث وهبة مرفق بصورة عقد بيدعي إنه عقد بيع قناة السويس لشركة إسرائيلية. توالت التصديقات على الخبر من صفحات عناصر إعلام المطاريد. محمد نور عرض صورة العقد وقام بتحليله تحليل موضوعي ودقيق. بدأ محمد نور بعرض بداية العقد اللي بينص على إن البائع هو هيئة قناة السويس، على الرغم من إن هيئة قناة السويس هي هيئة إدارية تقوم بإدارة قناة السويس وليس امتلاكها. قام محمد نور أيضاً بعرض إمضاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي المرفقة بالعقد اللي نشره الصحفي الإسرائيلي. وقام في نفس الوقت بعرض الإمضاء الحقيقية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ليؤكد عدم صحة العقد وتزييف مضمونه. لم يكتفي محمد نور بتحليل الخبر وكشف عدم صحته. محمد نور تابع الحدث ونقل لمتابعيه آخر تويتة لإيدي كوهين بيأكد فيها عدم تأكده من صحة الخبر اللي كان هو بنفسه مصدر تأكيده ونشر العقد المزيف.